السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة تغنيكي عن الفينو وسندوتشات المدرسة، وهتريحك وتحطيها في كيس كده وتحطيها في الفريزر وتطلعي تحطي في الميكرويف تسخني، او تحطيها على الرخامة كده تفك من التلج وتحطيها في اللانش بوكس. في البداية بس نصلي على رسول الله صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويشفى بها المريض. نعمل لايك للفيديو ونعمل تعليق حلو وتتفرجوا عليه من انهي بلد، وندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونصلي على رسول الله. في البداية كده زي ما انتوا شايفين هنجيب معانا بولة، ونحط معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة أو كيس خميرة فورية، وكوباية إلا ربع مية دافية، وكوباية إلا ربع حليب دافي. ونحط بيضتين، بيضة هاخدها كاملة وبيضة هاخد منها البياض، واخلي الصفار على جنب. هنشوف هنعمل بيه ايه. ونحط معلقة خل ونقلب كل المكونات السايلة كده مع بعض. ونحط مع بعض مبدئيا 5 كوبايات دقيق بالكوباية المعيارية، ومعانا معلقة ملح صغيرة. ونقلب بقى المكونات بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. خليكم معايا لاخر الفيديو، هتستفادوا جدا من الفيديو ده، وازاي اللي ما بيعرفش العجينة ويعجن الفيديو ده هيفيده جدا. معانا بقى نص كوباية كده، حطينا 5 كوبايات ونص كوباية دقيق. لما تلاقي العجينة طرية حط بقى شوية دقيق بشوية دقيق وانت بتعجن لحد ما تشوفي ان العجينة ظبطت معاكي. تمام كده. نصلي على رسول الله كده في الكومنتات. بعد ما عجنا حطينا بقى قطعة زبدة. هتلاقي العجينة كده بعد ما عجنتيها اتفعشكلت كده معاكي. ما تخافيش، افضلي عجينة لحد ما تشرب ايه الزبدة. عايزين عجينة ناعمة طرية بتلزق بسيط، اما احط ايدي التانية ما تلزقش. تمام كده. اغطيها بقى كده لحد ما تخمر، وحطيت على الصفار البيضة اللي سبناه معلقتين حليب ومعلقة معلقة ممسوحة نسكافيه، او ممكن الاستغناء عنها. نجيب بقى العجينة بتاعتنا كده بعد ما خمرت، ونمسح الرخامة بتاعتنا كويس ورش الدقيق كده، ونبتدي نشتغل في العجينة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده هقسمها في الاول 4، وبعدين ايه كل قسم اقسمه ايه 6. يعني تتقسم 12 كورة. قسمها بقى زي ما انت، بس 12 كورة متساوية. واجيب بقى كده طبق فيه زيت وزبدة، وادهن كده العجين بتاعي. وابتدي بقى ايه نفرد الكور بتاعتنا دي كده. ناخد اول كرة فردناها، وادي التانية. تمام كده. واحط ايه ال3 كور كده الاولانيين على بعض زي ما انتوا شايفين. نعمل تاني كده عشان نشوف اللي ما خدش باله. ادي اول كورة، وادي تاني كورة. يعني احط 3 دواير فوق بعض. تمام كده. ده زي ما انتوا شايفين. شايفين العجينة وانا بفردها ناعمة معايا وبتساعدني على الفرد. خلاص كده حطينا الكور بتاعتنا كلها فردناها وسبناها ارتاحت شوية. ونبتدي بقى ايه نشوف هنشكلها ازاي. نفرد بقى كده اول كرة معانا. نحاول نقلبها عشان ايه لو الجزء اللي تحت مش منسق بنخليه لجوه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اللي ناس اللايك يحط اللايك ويصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده اروح اسمى كده العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. الصورة طبعا بتوضح اكتر من اني اقول. دي هتغنيك عن ان كل يوم تقومي تعملي سندوتشات وتحطي في اللانش بوكس. هتطلعي تسخني على طول، او تطلعيها من بالليل من الفريزر هتلاقيها طرية كأنك لسه عاملاها. تمام كده. هنفرد بقى كل الكور بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي على شكل ايه مثلث. تمام. ناخد بقى ايه المثلث الاولاني كده،
ونحاول نقفله كده عشان ايه لما نيجي نخبزه ما يفتحش معانا. وابتدي بقى ايه اقسم المثلث ده على 3 برضو زي ما انتوا شايفين كده. خليكم معانا برضو عشان تشوفوا التسوية وتشوفوا احنا هنعمل ايه. عندك بقى جبنة، عندك شوكولاتة، عندك اي حشوة عايزة تحشيها، جبنة موتزاريلا زي ما انت شايفة. تمام كده، ونحطها في صاج مش مدهون. تمام. يا رب الفكرة تكون وصلتكم. تمام كده. اهو نعمل واحدة تانية عشان اللي ما خدش باله ياخد باله. ونقسمها برضو على 3 بالشكل ده كده. كده تمام. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويشفى بها المريض. ما شاء الله العجينة طرية وحلوة. ايه رأيكم بقى؟ طبعا فيها الجبنة وفيها ايه، لو انت عايزة تعملي حشوة تانية اعملي اللي انت ايه يريحك. خلاص بقى نجيب بقى بيض البيضة اللي احنا حاطين فيه عليها اللبن والنسكافيه وشوية سمسم كده او حبة البركة من على الوش. وفرن ساخن مسبقا على الرف الوسطاني على درجة حرارة عالية جدا. وبعد ما يخرج نغطيها او نبخها ببخة مية كده. هتطلع معانا بالجمال ده. مش قادرة اقول لكم الريحة والطعم تحفة. جربوها قولي لي رأيكم ايه. يعني انت ممكن كمان تفتحيها وتحطي فيها حشوة تاني وهي بعد ما تتخبز. فظيعة. ايه رأيكم؟ يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. اسيبكم في رعاية الله.